ليس سهلا أن تكون الوصيف، ومن الصعب جدا أن تكون البطل، ومن المستحيل أن تكون ريال مدريد. من المستحيل أن تكون ريال مدريد. مبروك لجمهور ريال مدريد في الوطن العربي، مبروك ال15 لقب 15 في تاريخ ريال مدريد. إعجاز تاريخي، إعجاز 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 تاريخي لريال مدريد في هذه البطولة. مبروك لريال مدريد مرة أخرى، وهارد ليك لجمهور دورتموند الذي قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة عظيمة، وخاصة في الشوط الأول دورتموند أهدر الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، لكن تألق كورتوا ترك دورتموند يخرج خالي الوفاض من هذه المباراة. وكما تعرفون أن النهائيات تربح ولا تلعب، وريال مدريد اليوم لعب وربح المباراة. الشوط الأول ريال مدريد استحوذ لكن دون فائدة من الاستحواذ، لأن دورتموند هو كان الفريق الفعال، هو الذي سيطر على كل الفرص، وريال مدريد دون تسديدة واحدة ولا تسديدة واحدة في الشوط الأول تذكر من طرف ريال مدريد، لأن شوط ريال مدريد الأول كان شوطا مقرفا بمعنى الكلمة. لكن الشوط الثاني هيهات كما الكل يعرف أن ريال مدريد سواء كان خسر في الشوط الأول كان سيعود ويفوز بالمباراة كما يفعل دائما ريال مدريد. عودنا على الريمونتادا، عودنا على الدقائق الأخيرة، وريال مدريد في الشوط الثاني دخل بوجه آخر، قدم واستحوذ ثم سجل ثنائية نظيفة، وكان بالإمكان أن يسجل أكثر من هدفين، خاصة فرصة بيلينغهام الذي لم يقدم أي شيء في هذه المباراة، لم يقدم ما يشفع له في هذه المباراة. مبروك إبراهيم دياز المغربي، إبراهيم دياز يصبح رابع لاعب مغربي يحقق دوري الأبطال مع ريال مدريد بعد منير الحدادي مع برشلونة 2015، ثم أشرف حكيمي مع ريال مدريد 2017، كذلك حكيم زياش مع تشيلسي. وإبراهيم دياز اليوم يحقق انعام سيده دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. هذه السنة تألق فيها إبراهيم دياز، تألق وأبدع مع ريال مدريد في الدوري وفي الدوري وكذلك في دوري الأبطال. بصم على موسم جيد جدا وموسم رائع، تحقق مع ريال مدريد ب3 ألقاب، كأس السوبر ثم الليغا وكذلك دوري الأبطال. مبروك، هو موسم للتاريخ للمحترفين المغاربة في الخارج، موسم للتاريخ، موسم يدرس للكرة المغربية هذه السنة. كل المحترفين المغاربة، جل المحترفين المغاربة حققوا الألقاب مع أنديتهم، بخلاف أمين عدلي كان قريب جدا من تحقيق اليوروبا ليج، كان قريب جدا من تحقيق اليوروبا ليج لكنه خسرها في النهائي أمام أتلانتا. كان سيكون أفضل مما كان، كنا سنستحوذ على كل الألقاب الأوروبية. إبراهيم دياز مع ريال مدريد، وأمين عدلي مع باير ليفركوزن في اليوروبا ليج، وأيوب الكعبي ويوسف العربي في المؤتمر الأوروبي حققوا البطولة بفضل المغاربة، حققوا البطولة. إبراهيم دياز اليوم لم يشارك في المباراة لأن المباراة حسمت قبل النهاية، لذلك أنشيلوتي أقحم اللاعبين الذين سيدافعون كميليتاو وفاسكيز ومودريتش. لذلك ريال مدريد يقحم إبراهيم دياز عندما يكون في حاجة للزيادة العددية في الهجوم. مبروك جمهور مدريد، مبروك إبراهيم دياز الذي دخل التاريخ من أوسع الأبواب، وكرة الذهبية الإفريقية نعم ستطبخ على نار هادئة. التتويج سيكون مغربي لا محالة، إبراهيم دياز، سفيان رحيبي، أيوب الكعبي أو ياسين بونو العملاق الذي تعملق في الدوري السعودي هذه السنة. لذلك كرة الذهبية الإفريقية لن تخرج على لاعب مغربي، إذا خرجت عن لاعب مغربي فيجب أن تحجب هذه الجائزة، ولا تستحق أن تسمى الجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، لأن السنة الماضية فاز بها النيجيري الذي لم يكن يستحق أبدا، كان يستحق لاعب مغربي لأنه وصل لنصف النهائي كأس العالم، وهذا لوحده إنجاز، ثم فاز مع إشبيليا باليوروبا ليج، بخلاف النيجيري الذي فاز بالدوري الإيطالي فقط. مبروك ريال مدريد، مبروك لجمهور ريال مدريد،
وبهذا ريال مدريد يحطم الأرقام القياسية ويبتعد كثيرا عن المنافسين. أقرب المنافسين هو ميلان، سي ميلان ب7 ألقاب، وريال مدريد يحقق 15. خلينا الفرق بيناتهم. ثم هناك لاعبين من ريال مدريد يحققون الركور. ريال يحققون الأرقام الإعجازية، 6 الألقاب. 4 لاعب في ريال مدريد كيفوزوا ب6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، من بينهم طوني كروز عنده 6 الألقاب، 1 مع البايرن ميونخ و5 مع ريال مدريد، 5 مع ريال مدريد. ثم مودريش 6 ألقاب، ناتشو 6 ألقاب، كارفاخال 6 ألقاب. هؤلاء اللاعبين يتفوقون على أندية، يتفوقون على إنتر ميلان، كذلك يتفوقون على برشلونة، ويتعادلون مع أندية نعم، يتعادلون مع ليفربول ومع البايرن ميونخ، ولقب واحد يتعادلون مع AC ميلان اللي عنده 7 الألقاب، لقب واحد تعادلوا مع AC ميلان. هؤلاء اللاعبين سطروا اسمهم في تاريخ دوري الأبطال، في تاريخ ريال مدريد. نعم، هذا هو ريال مدريد، لا يوجد ما يمكن فعله. لذلك عشاق ريال مدريد الآن سيبدأون التفكير، سيفكرون في 16 من الآن. نعم سيدي، ريال مدريد يدخل البطولة مرشح بقوة. ريال مدريد إذا وصل للنهائي، جمهور ريال مدريد عندما كان يشاهد المباراة كان يشاهد المباراة ببرودة. حتى إذا رأيتم مواقع التواصل الاجتماعي أثناء المباراة وقبل المباراة، الكل لا يوجد حماس، لا يوجد خوف، لا يوجد كذا. جمهور ريال مدريد يقول لك احنا سنفوز بالبطولة بدون شك، يعني واخا إذا خسرنا الشوط الأول ولا كذا، لكن الدقائق الأخيرة ديالنا وقت بدل الضائع هو باسم ريال مدريد. لذلك مبروك مدريد، مبروك جمهور مدريد،